الصيام والأنسولين مفتاح الحرق الحقيقي. في ناس فاكرة إن الامتناع عن الأكل لوحده كفاية يخسس، وناس تانية فاكرة إن اختيار أكل صحي لوحده يكفي، بس الحقيقة لا ده ولا ده. الحرق مش قرار، والحرق مش مجهود، الحرق استجابة هرمونية، والاستجابة دي ليها مفتاح واحد بس اسمه الأنسولين. الصيام بيهيئ البيئة والأكل الصحي يكمل الصورة، لكن اللي بيفتح باب الحرق فعليا إن الأنسولين يكون هادي وفي توقيته الصح. رمضان فيه حلويات كتير، والمشكلة مش في الحلو نفسه، المشكلة في التوقيت. أول ما بتدخل لقمة سكر بدري الأنسولين بيعلى بسرعة، ومع الزيادة السريعة دي الجسم بيقفل على الحرق تلقائي. الحلو ما هوش عدو، بس ليه توقيت محدد، لو جه في وقته يحترم الصيام ويحافظ على أثره، ولو استعجل بيضيع فايدته وتأثيره على الحرق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الحديث مش بيتكلم عن ثواب الصيام وبس، الحديث بيتكلم عن طبيعة الصيام نفسها. الصيام عبادة قائمة على التحكم مش على المنع، تحكم في الأكل، تحكم في الرغبة، تحكم في التوقيت. والتحكم ده مش بس تربية للنفس، ده كمان رسالة أمان للجسم. لما الصيام يعلمك تمسك نفسك، الجسم كمان بيتعلم ما يتهورش وما بيخافش وما بيخزنش. طيب يعني إيه أنسولين؟ الأنسولين مش هرمون وحش ومش عدو للحرق. الأنسولين في الأصل منظم، هو الرسالة اللي بتوصلها للجسم وتقوله في طاقة داخلة تعامل معاها. لما الأنسولين بيطلع في وقته وبالدرجة المناسبة الجسم بيشتغل بهدوء وبيصرف اللي داخل وما بيخافش. المشكلة مش في إن الأنسولين يطلع، المشكلة إنه يفضل عالي طول الوقت ومن غير فواصل. ساعتها الجسم ما بيحرقش لأن حاسس إن الطاقة دايما موجودة، فبيبدأ يخزن الدهون بدل ما يصرفها. دور الصيام الحقيقي هنا إيه؟ طول فترة الصيام الأنسولين بيهدى وينزل لأقل مستوياته، وده أفضل وضع يسمح للجسم يوصل لمخازن الدهون ويستخدمها كمصدر للطاقة. مش لأن الصيام بيجبر الجسم يحرق، ولكن لأن الصيام بيخفف الضغط على الجسم وبيسيبه يشتغل بهدوء ويختار الحرق بنفسه. أثناء الصيام الإشارات الهرمونية بتهدى والجسم ما بيحسش بتهديد ولا استعجال، فيبتدي يرتب أولوياته ويبدأ يصرف بدل ما يخزن. الصيام ما بيضغطش الجسم، الصيام بيرتب الإشارات، ومع الهدوء الجسم بيطمن ويختار الحرق بشكل طبيعي. خد بالك لحظة الفطار، أول ما بنفطر الأنسولين طبيعي بيعلى، وده شيء لازم يحصل ومفيش منه خوف. لكن الفرق الحقيقي مش في الزيادة نفسها، الفرق في إزاي الزيادة بتحصل. يعني فطار مليان سكريات ومقليات وعيش أبيض بيضغط على زرار مفاجئ في الجسم، فالأنسولين يطلع طلعة حادة وسريعة، والجسم بيفهم الرسالة غلط فيعتبر إن في طاقة كبيرة داخلة مرة واحدة، وساعتها بيدخل وضع الحماية ويقفل علينا باب الحرق ويفتح باب التغذية. لكن الفطار المتوازن بيبعت رسالة أهدى، الأنسولين يعلى بهدوء والجسم بيستوعب اللي داخل من غير أي ارتباك ولا صدمة، فبيكمل شغله طبيعي ويفضل باب الحرق مفتوح من غير تخزين زايد. الخلاصة، لو فهمت علاقتك بالأنسولين هتفهم ليه جسمك بيحرق وليه أحيانا الوزن بيقف من غير سبب واضح. الصيام فرصة عظيمة بس محتاجة وعي. استنوني في حلقة جديدة من برنامج صيامك صح، ودلوقتي أسيبكم مع النظام الغذائي اليوم الثالث. سلام عليكم.